السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن قصة الأخوين. قبل ما نبدأ القصة دي ونعرف تفاصيلها بترجع لعصر ايه وموجودة فين لحد دلوقتي ومضمون القصة ايه، أنا عايزة أقول لكم إن المصري القديم لما جه يكتب قصة دي أو أي قصة في الأدب المصري القديم كانت بالنسبة لنا إحنا خيالية، أما بالنسبة له هو فهو معتقد ديني وحقيقة، وإن هو ده فكره. انا عايزه اوصل لكم كمان ان الفكر المصري القديم في الزمن بتاعه كده هو شيء اقرب للخيال، بالذات المعتقدات الدينيه عنده. يعني هو شايف كل الخيالات اللي بيحكي عنها دي حقيقه ومصدقها، وده معتقد ديني عنده ودي ديانته، وما يقدرش حد في زمنه بالزمن بتاعه ان هو يغلط كلامه ابدا. يلا نبدا الحكايه وهي قصه الاخوين. قصة الأخوين هي أول قصة من نوعها في الأدب المصري، جذبت أنظار العالم لغرابة وقائعها ومشابهتها لقصص أخرى حكيت في الزمن الحديث. يقال إن القصة دي مشابهة جدا لقصة سيدنا يوسف، ويقال كمان إن هي قصة سيدنا سليمان شبيهة جدا ليها. يلا نعرض القصة بتحكي عن إيه؟ القصة دي بترجع للقرن ال 12 قبل الميلاد، عصر العامصة أسرة 19. هنلاقي بتدور القصة دي حوالين أنثى لعوب في بيت ريفي صغير. هنلاقي كمان بتوصف القصة دي الحياة الريفية في مصر القديمة، جمعت ما بين الواقع والخيال. يعني القصة دي كلها فيها كتير جدا من الخيال وليس الواقع. إيه بقى مضمون القصة دي؟ إن كان في أخين عايشين في بيت واحد، الكبير متجوز واسمه إنبو، والصغير مش متجوز واسمه باطا. بيت الصغير كان فيه قوة وإخلاص ووفاء، وعنده قوة ربانية، وبيعرف منطق الحيوان، يعني بيفهم الحيوان ولغة الحيوان، ودي نفعته بعد كده في شؤون الزراعة والرعي. باتا كان بيخرج بماشيته في الفجر، ودايما بيحرس ويزرع ويرعى قطيعه. بعد كده بيجي بالليل محمل بخيرات الحقل من ألبان البقر، وبيديها لأخوه وزوجته. وبعد ما يتناول العشاء بيروح لحظيرة الماشية اللي هي الزريبة وبينام فيها، يعني ما كانش بينام في بيت أخوه. ولما يطلع الفجر بيحضر الفطار لأخوه ويقدمه ليه وياخد فطاره معاه الحقل. كان زي ما قلت لكم بيفهم لغة الحيوان، عشان كده حصل خلط ما بين قصة سيدنا سليمان وما بين القصة دي، لأن طبعا مستحيل في إن يكون في تشبيه ما بين قصة سيدنا سليمان وما بين القصة دي، وإنها متجابة من وحي خيال الكاتب المصري. المهم ان هو كان بيفهم لغة الحيوان، وده ساعده ان هو يتكلم معاهم ويفهم الاماكن اللي كان فيها زرع وخير منهم، ويروح الاماكن دي ويجيب فيها العشب. وفي يوم كان الاخوين بيزرعوا في الحقل فاحتاجوا لبعض البذور، فذهب باطا هو الاخ الصغير للبيت عشان يجيب البذور. كانت زوجة اخوه الكبير بتمشط شعرها، واول ما لقيته بيشيل البذور على دراعاته اعجبت بقوته فراودته عن نفسها، وغلقت الأبواب وقالت أنا لك أنا غربت، هيا ودعنا نفرح ساعة ونضجع، فذلك خير لك وسوف أخيط لك ثيابا حسنا. المهم أول ما سمع كلامها اتفاجئ وغضب منها، وقال لها إن هي في منزلة أمه وأخوه في منزلة أبوه، وإن هو اللي رباه وإزاي تطلب منه الكلام من ده. وقال لها إن ما تقولش الكلام ده تاني، وهو مش هيجيب سيرة لحد وعن اللي سمعه، وخد حمولته وانصرف للمزرعة. وما قالش لاخوه اللي حصل، لكن مرات اخوه كادت ليه، واول ما رجع جوزها بالليل عملت نفسها مريضة وقعدت تبكي وقالت له ان اخوه الصغير راودها عن نفسها. وصمم الاخ الكبير ان هو يقتل اخوه الصغير، واستناه يرجع من الزريبة بتاعته واستخبى انبه ورا الباب عشان يقتله. واول ما قرب باتا الى البيت البقرة اخبرته ان اخوه كان عايز يقتله، ففر باتا منه وجه وراه بالسلاح. فضل يدعي ربه رب الشمس راح ورختي ان هو ينجيه من اخوه، فاستجاب راح لدعائه وفصل بينه وما بين اخوه بنهر عظيم مليان تماسيح، ودارت ما بينهم محادثة، وقال له ان هو هيمشي وهيروح جبل الارز اللي في لبنان وهيبعد عنه وعن زوجته، وقال له ان في علامة تعرفه ان هو في خطر ولازم ينجده، والعلامة دي دليل على موته، وانه هيحط قلبه على زهرة في اعلى احدى الاشجار، ولو حصل خطر هيدور عليه ويحط قلبه في مية عشان تعود ليه الحياة من تاني وينتقم من القاتل. وبعد المحاورة بينه وما بين أخوه رجع إنبوه لقريته، قتل زوجته وبات ذهب لوادي الأرز. ولما شافته الآلهة وحيدا في هذا الوادي أشفقت عليه وجعلت الإله خنوم يعمل له زوجة، وعاش مع زوجته وحذرها إن ما تقربش للبحر لأنها خلفته، وراحت قدام البحر
فأراد البحر إن يخطفها، ولكن باتا أنقذها، ولكن البحر خد منها خصلة شعر، وراحت خصلة شعر لمصر. ولما وصلت مصر فاح عطرها لملك مصر، فأرسلت ملك مصر عشان يجيبوا صاحبة الخصلة من وادي الأرز. فحضرت زوجة باتا مع الرسل وأصبحت حظية عند ملك مصر، وأغرت ملك مصر إن هو يقطع شجرة الأرز اللي فيها قلب جوزها باتا. وفعلا قطع الشجرة دي، وسقط قلب باتا بسقوط الشجرة ومات. فحصلت العلامة اللي كان قايل لأخوه عليها، وهي فوران إبريق الجيعة. فسعى إنبوه وراح وادي الأرز عشان ينقذ قلب أخوه، وبعد سنين لقاه، وبس لقاه في صورة فاكهة، وحط قلبه في مية زي ما قاله، ورجع للحياة مرة تانية، وحول نفسه لسور، وقال لأخوه إنهم يرجعوا لمصر عشان ينتقم من زوجته الخاينة، وحول نفسه لسور جميل عشان يغري ملك مصر وياخده عنده. فعلا شافه ملك مصر وأراد إن هو ياخده ويشتريه من أخوه. وفي يوم من الأيام كانت زوجته جوه المقصورة، فقرب عليها باتا بهيئة السور بتاعته، فهمس وقال لها إنه باتا وإنه هينتقم منها. وأول ما عرفت أمرت الملك إن هو يذبح السور دوت لتأكله. وفعلا ذبح السور وسقط نقطتين دم على الأرض، فنبت منها النقطتين دول شجرتين عظيمتين، وقدس الملك الشجرتين دول. بصوا القصة يعني بدأت إن هي تتحول إلى خيال. في يوم الملك كان رايح يستريح تحت الشجرتين المقدستين دول هو وزوجته، ولقيت زوجته إن في شجرة من الشجرتين دول بتقول لها إن هي باتا وإنها تنتقم منها، فسكتت ودبرت مكيدة تانية عشان تقتل زوجها باتا. وأغرت ملك مصر بقطع الشجرتين دول عشان يتعمل منهم أساس ليها. ففعلا سمع كلامها وبدأ يصنع الأساس ليها. طارت شظيتين من الخشب جوه فم الزوجة، فحملت وأنجبت ولد صغير وأصبح وليا على العرش، ومسك الحكم بعد أبوه اللي هو ملك مصر، وأصبح ملك على البلاد. الولد ده طلع مين؟ طلع باتا، وانتقم لنفسه من زوجته الخاينة وقتلها جزاء لغدرها. وهنا قصتنا انتهت، قصة الأخوين، والسلام عليكم.